بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. بصوا حبايبي، فيديو النهارده فضفضه. تمام، حابه اكمل لكم برضو ايه اللي حصل في المشكله. بس قبل ما نخش كده ونشوف ايه اللي حصل في المشكله بتاعتنا، طبعا لو انتي اول مره بتشوفي القناه عندي، اتمنى طبعا تنضمي للاسره الصغيره بتاعتنا. ولو انتي عندي في القناه، انزلي كده يا قلب اختك، حطي لي اللايك على الفيديو علشان برضو يبدا يوصل لناس كتيره، وتبدا برضو الناس تدينا ارائها في المشكله وايه الحلول لو قابلتك مشكله زي. بس عايزة أقول لكم على حاجة برضو. أحيانا في ناس كتيرة بيبقى عندها مشاكل، يعني في ناس كتيرة بتبقى عندها مشاكل، وفي ناس بتعترض انت ازاي تتكلمي في المشكلة دي، وازاي ان انت مثلا تبدأي تعرضي حياتك كده وتتكلمي في المشكلة دي. هقول لكم على حاجة: معظم المشاكل مش بيكون ليها حل، بس هي بتبقى نظام فضفضة، بتبقى عايزة تتكلم، عايزة تفضفض في حاجة وجعاها. أحيانا البني آدم كل واحد بيعبر عن اللي جواه بطريقته. في ناس بتحب تتكلم وتفضفض، وبتحس ان هي لما بتتكلم وتفضفض بترتاح، وفي ناس لا، ما بتحبش تتكلم وبتحط في نفسها وخلاص على كده. وفي ناس برضو بتعبر عن طريقتها بالأكل الكتير، بتقعد تاكل كتير، يعني اللي بتبقى زهقانة دي ممكن طول الوقت فاتحة التلاجة وبتاكل. وفي ناس ما بترضاش تاكل وخلاص، ونفسها مسدودة، يعني دايما كده خلاص مش قادرة ان هي تاكل اي حاجة. فكل واحد بيعبر عن مشاكله، وكل واحد بيقول اللي هو حاسس بيه في النهاية بطريقته. بس برضه بارجع أقول لِك مشكلة عن مشكلة بتفرق. يعني إحنا بنعرض مشكلة عامة ممكن تكون موجودة عند معظم الناس. بس برضه حياتنا الشخصية ديّة ومشاكلنا مش بنتكلم فيها. إحنا مجرد بس باطرح معاكم مشكلة، وباطرح باقول لكم برضه المشكلة دي إيه، علشان اللي يشوف بلاوي الناس أحيانًا بتهون عليه بلاويه، أو اللي بيشوف مثلًا مشكلة حد أحيانًا بيقول ياه! ده أنا الحمد لله، ده أنا أحسن من غيري بكتير. والحمد لله إحنا أحسن من غيرنا بكتير، لإن زي ما قُلت لكم معظم المشاكل ما بيكونش ليها حل غير من عند ربنا سبحانه وتعالى. فدايمًا ما تفقديش الأمل، ودايمًا قولي يا رب، وإن شاء الله بإذن الله ربنا هيصلح حالنا وحالكم، اللهم آمين يا رب. فاللي بيشوف دايمًا مشاكل الناس وبيقعد مع نفسه وبيشوف مشاكله، بتهون عليه مشاكله وبيقول ده أنا في نعمة. فدايمًا، دايمًا كلمة الحمد لله دي دايمًا لازم تبقى على لساننا. وأنا دايمًا باقول، يعني أنا دايمًا في دعايا طول الوقت باقول: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. دايمًا دي على طول في لساني، يعني دايمًا الواحد بيقول يا رب ما تشيلنيش حاجة أنا مش هاقدر أشيلها. فالحمد لله على كل حال. تعالوا بقى كده نخش في المشكلة وأقول لكم آخر اللي حصل إيه في المشكلة دي. بصوا حبايبي، إحنا وقفنا في المشكلة إن هي طبعًا دلوقتي حاليًا في بيت أهلها وخلاص، وإن هم بيستعدوا إن هم هيعملوا قعدة. وطبعًا قبل القعدة بدأوا يرتبوا مثلًا إحنا هنقول كذا وهنعمل كذا، علشان حابين إن إحنا نوصل لحلول. المهم بقى، صاحبتي بتقول لي: أنا فجأة كده قاعدة لقيت الموبايل بتاعها بيرن، فبترد على الموبايل لقيت مين؟ واحدة جارتها، دي حبيبتها زي أختها يعني وكده. فالمهم في ضمن الكلام وكده حست إن جارتها دي زعلانة وحزينة، فبتقول لها: مالك وكده زعلانة ليه ومش عارفة، أكيد في حاجة حصلت وأنتِ مش عايزة تقولي لي عليها. قالت لها: لأ ما فيش حاجة ومش عارفة إيه. المهم يعني قالت لها إيه: ده حماتِك حاليًا قاعدة في شقتِك، يعني حماتِك دلوقتي مقيمة في شقتِك، بتنشّر فيها وقاعدة فيها وعايشة فيها، ما يعني طول الوقت باشوفها في البلكونة كلام من ده. حتى عيالها بييجوا لها فيها، ما فيش مشكلة، عيالها البنات بييجوا فيها، والأولاد أولاد عيالها يعني على طول في البلكونة ولعب وكلام من ده. صراحة ربنا حاجة تحرق الدم، وحاجة بصوا تخلي الواحد يطلع عن شعوره يعني. فطبعا صاحبتي اتضايقت كتير، يعني ازاي برضو الكلام ده؟ ازاي يعني الحما دي لها بنات وما تقبلش على بناتها اللي يحصل كده؟ فازاي تقبل على مرات ابنها كده؟ فطبعا دي مشكلة برضو، يعني بدأت ان هي تحصل وكلام من ده. الناس بقى اللي هتقولي طب موقف جوزها ايه من الكلام ده كله؟ موقف جوزها طبعا لما اتكلم معاها قالت له: يا حبيبي، عاجبك عاجبك، مش عاجبك شوف لك شقة بره وتوكل على الله، وسيب البيت بيتي، وسيب بيتي وتوكل على الله. فطبعا هو الصراحة يعني راجل كده بيتقي الله برضه في أمه وصلة الرحم والكلام ده كله. في النهاية دي مامته، يعني في النهاية ما يقدرش برضه ان هو يزعل مامته. وبرضه دوام الحال والله العظيم من المحال، ما في حاجة بتبقى يعني ما بتبقاش كده، بيجي يوم من الأيام
كل اللي انا بحكيه ده بيبقى ذكرى، بتقعد كده تفتكر ياه ده ايام مش عارفه ايه وحماتي عملت ايه وعملنا ايه، بتبقى ذكرى. هو بس مسألة وقت ومسألة صبر من عند ربنا سبحانه وتعالى. فربنا يا رب يصلح الحال ويصلح حال الجميع. فزي ما قلت لكم كده، هي طبعا دلوقتي حزينه وزعلانه، ازاي حماتها برضو تستخدم شقتها وازاي ان هي تنزل تقعد فيها. الناس اللي هتقول لي كل ده بسبب مشكله الفراخ، لا طبعا، ديت بتبقى تراكمات يا حبايبي. يعني المشكله اللي هم وصلوا فيها دي بقى نظام تراكمات. وبعدين وصل برضو كلام لصاحبتي ان حماتها بتقول ايه، ده انا والله ما هخليها تقعد في الشقه. يعني هي كده كده حماتها كانت ناويه ان هي هتطلعها من الشقه، مش عايزاها من الشقه. زي ما قلت لكم بقى، حماتها دي نظام ايه، حلوه مع سلفتي مع السلفه دي تمام، تقلب على السلفه التانية نفس الكلام. يعني مع دي شويه حلوه ومع دي شويه حلوه. وبرضه سبحان الله صاحبتي دي تقول لك ايه، حماتها دي عمرها ما جمعتها هي وسلفتها مع بعض. يعني مثلا لو حماتها عملت اكل ما تعزمش سلفتها، دي في يوم ودي في يوم. انتوا واخدين بالكم ازاي؟ كل واحد ليه يوم كده. ما ينفعش ان كله كده يتلم كله وكله مثلا يبقى ياكل وتبقى اسره مثلا كلنا مع بعضينا وكلام من ده. تقولك لا، ما ينفعش وكده. فحاليا زي ما قلت لكم هي دلوقتي قاعده في شقتها. وطبعا يعني انا طبعا اتكلمت مع صاحبتي دي وقلت لها بصي استهدي بالله كده، هو خلاص هي كده كده قاعده، فسيبيها خالص براحتها. ولما تعملوا القعده ربنا يا رب يصلح حالك. وطبعا ما تسيبيش شقتك، يعني مهما يكون ومهما يحصل مش هينفع ان انت تسيبي شقتك. صعب ان الواحده تبقى عندها شقتها بتاعتها ملكها وان هي تطلع على سكنه. فدي بتبقى صعبة. يعني أنا معرفش إن أنا قاعدة في ملك دلوقتي وأطلع على سكنة، إيش ضراني بقى السكنة ديت ولا الجيران ولا هسكن مع مين ولا هيبقى وضعي إيه؟ فما ينفعش. فأنا يعني دوت اللي أنا اقترحت عليها وقلت لها اقعدي في شقتك وخليكي زي ما انتي قاعدة، وحاولوا ان انتوا برضو تصفوا اموركم. بس برضو هي هتستنى هتشوف برضو ارائكم ايه. ولو اي واحدة عندها نصيحة ليها يا ريت برضو يبقى جزاكم الله كل خير، اتكلموا معاها. وعايزه اقول لكم برضو على نصيحه، خليكم فاكرين دايما ان كل مشكله مهما كانت تبان كبيره ففي اللي اكبر. وفي النهايه بنقول الحمد لله على كل حال. ربنا يا ربي ما يوجع قلب حد على اي حاجه، ويصلح حالنا ويصلح حالكم اللهم امين. هي بتحب قوي تقرا تعليقاتكم وبتشوف تعليقاتكم الجميله. وديت على فكرة ده اللي مصبرها. زي ما قلت لكم هي عارفة ومتأكدة ان المشكلة دي ملهاش حل، لان ده طبع. وانا قلت لكم الطبع بيفضل الطبع مع البني ادم لحد ما بيموت. بس هي بتهدى شوية. يعني عارفين لما بتبقى نار وانتي بتحاولي تهديها فبتهدى. حلها ايه بقى؟ حلها عند المولى سبحانه وتعالى. بس انا بس عايزة اوجه رسالة كده برضو لبنات حماتها، تمام؟ اتقوا الله برضو. انتوا لكم بيوت وما تحبوش برضو اللي بيحصل كده يحصل برضو في بيوتكم. فاتقوا الله برضو وحطي نفسك مكانها، ان انت برضو ما تسيبيش بيتك وتبصي تلاقي ده بدأ يخش وده بدأ يقتحم حياتك ويخش شقتك ويبدأ يكتشف كل حاجة في شقتك. فدي خصوصيات ودي حرمات، حرام ان احنا طبعا نعمل كده. فهي هتستنى بقى تعليقاتكم. اشوف وشكم بخير ودمتم سالمين حبايبي. اشوف وشكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.